حبايبي اللي سألوني ازاي نستخدم الميزان المعياري. ده الميزان بتاعنا اهوت. طبعا احنا عاوزين نوزن مثلا نص كيلو سمنه، انا هوزن معاكم نص كيلو سمنه النهارده. لازم تجيبي الميزان بتاعك الاول، هتشغليه لحد ما يظهر لك رقم زيرو. هتجيبي اي حاجه انت عايزه توزني فيها، لازم توزنيها الاول. انا كده وزنت البوله بتاعتي طلعت 450 جرام. لازم بقى اصفر الميزان، هاجي على الزرار الاخير ده واضغط عليه لحد ما يظهر لي رقم صفر. كده وزننا البوله بتاعتنا زي ما انتوا شايفين. انا هشيلها كده، ده الميزان بتاعها ل 451. هرجع بقى احطها تاني، وهتوزني اي حاجه بقى انت عايزه توزنيها. تمام. ما ينفعش ان احنا نحط اي حاجه ونوزن المعيار بتاعنا ننسى المعيار بتاع الحاجه اللي احنا هنوزن فيها عشان المقدار بتاعك يطلع معاكي مظبوط. كده وزننا البوله بتاعتنا وصفرنا الميزان. هتبداي بقى توزني اي حاجه انت عاوزاها. انا كده هوزن نص كيلو من السمنه. خلوا بالكم بقى من نقطة زي كده، ما ينفعش توزني على طول من غير ما توزني العيار اللي انت هتوزني فيه. يا رب يكون فيديو النهارده عجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا باللايك والاشتراك في القناة. اشكركم على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.